الرحمن الرحيم. سلام عليكم جميعا. باسمكم أشكر هذه المؤسسة المحترمة، مؤسسة أبي شعيب الكليلي الصغيري، في شخص رئيسها وفي شخص أيضا الطاقم المدبر لنشاطاتها. وباسم هذه المؤسسة أوجه الشكر على بساط من الاحترام والتقدير للحضور الكرام في إطار احتفاء مملكتنا ملكا وشبابا بذكرى 49 لهذا الحدث البارز المسيرة الخضراء. أحب في عجالة أن أسرد عليكم بعض المحطات التي اجتمع فيها رأي المغاربة واتحد فيها وجدانهم، بدءا بتصدي بعض الملوك الأمازيغ للوجود الروماني في المغرب، مرورا إلى معركة الزلاقة في عهد المرابطين، أيضا معركة الأرك في عهد الموحدين، ثم معركة وادي المخازن في عهد السعديين، وأيضا تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وأخيرا هذا الحدث البارز. هي كلها أحداث شهدت على اتحاد وجدان المغاربة وجمع شملهم على رأي واحد. لما وكلني ملحم الصبيغي بهذا الموضوع خفت منه في أول، وعرفت أن ابن خلدون هو موسوعة وقد صنف في كتابات كثيرة، وهو لا زال يستهلك في البحوث الجامعية، خصوصا لإنجاز شهادات الدكتوراه في مجموعة من الدول في العالم، إلى درجة أن الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان كان قد استشهد به باعتباره الغون بونسور أراب في مداخلة في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ما شجعني هو حضوري في مجموعة من المناسبات السابقة المتعلقة بالكتاب التاريخي المتعلق بالجريدة، وملاحظتي للنقاش الساخن بين الحضور الكرام، وأن الوجود هنا وجود نوعي دقيق وعميق، وهو ما جعلني أقسم هذه المداخلة إلى قسمين. أولا العمران باعتباره بناء في نظر ابن خلدون، ثم علم العمران أو قضاء العمران في عهد ابن خلدون. مؤرخ ابن خلدون ولد في إفريقيا اللي هي تونس الآن، تلقى علمه في فاس حوالي 13 سنة، انتقل إلى الأندلس، منها إلى المغرب الأوسط المسمى الجزائر الآن، ثم إلى إفريقيا من جديد، ثم مات في مصر. وكل هذه الدول تعلن أحقيتها وتبنيها لهذا المؤرخ. كل دولة من هذه الدول تقول بأن ابن خلدون هو من ترابها. ونحن أهل مراكش نأسف شديد الأسف لكونها المؤرخ لم يزور الجنوب ولم يزور مراكش ولم يترك لنا شيئا، وقد سجلت عليه بعض المؤاخذات سوف أصل إليها. لكن الله سبحانه وتعالى عوضنا بالأديب والشاعر والمؤرخ لسان الدين الخطيب الذي جاء في عهد لسان المريني إلى مراكش ليزور رفاة المعتمد بن عباس في ضاحية مراكش فقلقه، وترك لنا نصوصا رائعة في كتابه مفاضل جيرات في ولاية الاغتراب. لنبدأ بتعريف ابن خلدون للتاريخ. كنت أود أن أقاسمكم هذه المداخلة عبر الشاشة، ولكن تعذر ذلك، وقد ألفت أن أترك جانبا ما يسميه الفرنسيون بالبروبي، أي البديل عن ما لا يمكن القيام به. ابن خلدون يقول عن التاريخ: هو فن تتداوله الأمم والأجيال، وتشد إليه الركاب والرحال، وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك والأقيال، ويتساوى في فهمه العلماء والجهال، إذ هو في ظاهره لا يزيد عن أخبار من عمروا الأرض حتى نادى بهم الارتحال، وفي باطنه نظر وتحقيق. سأركز على نظر وتحقيق.
إذا يمكن قراءة ابن خلدون لأجل الدرجة والامتراس، هذا ممكن بالنسبة إلى مؤرخ مبتدئ. لابد للمؤرخ المبتدئ أن يلم بلغة ابن خلدون، وهي لغة متينة عميقة، وفي بعض الأحيان يتعامل مع قارئه على أنه يعرف الأحداث التاريخية معرفة مسبقة. نصيبنا من اللغة في تدبر ابن خلدون وتدبر تراثه يجب أن يكون في مستوى كتابته. له مجموعة من الكتب في مقدمتها المقدمة التي تترجم بالفرنسية إلى خلقوا منه، إنه في العصر الوسيط الناس كانوا يكتبون ويضعون مقدمة شاملة للكتاب الذي يكتبون، ثم العبر وديوان المبتدأ والخبر في ذكر العرب والعجم ومن عاصر والبربر ومن عاصر من ذوي السلطان الأكبر. ثم هناك شفاء السائل وهو كتاب في التصوف، ثم التعريف برحلة ابن خلدون ورحلته شرقا وغربا. عندما يتكلم عن نفسه وعن صلاة بني مريم يصبح مشاهدا أو راوي أو صحفي أو مؤرخ يزاحم في الإتقان والنباهة والاقتراء المسعودي والبيروني، ويصبح أيضا منظما لقواعد الكتاب التاريخي في المقدمة. لكن ما لوحظ عليه أنه وضع هذه النظريات في المقدمة ولم يستطيع الالتزام بها في العبارة، سوف نرى هذا في حين. وهو أيضا كاشف للحقيقة التاريخية. العمران عند ابن خلدون هو البنيان، وهو ما يعمر حاله بواسطة الفلاحة والصناعة والتجارة وكثرة الأهالي ونجح الأعمال والتمدن والتوحش. وأيضا في هذا الإطار تجد لابن خلدون عبارة مهمة: استصحب العمران والعدل أساس العمران. لكن عندما يتحدث عن شروط إنشاء المدن، لأن بيننا وبين ابن خلدون حوالي 600 سنة ومات 1406 في المرينيين، عندما يتحدث عن شروط بناء المدن يقول: تبنى في ممتنع من الأمكنة، إما على هضبة متوعرة من الجبل، وإما باستدارة نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور على جسر، ويتحدث عن الأمن اللازم لبناء المدن، أو قنطرة فيصعب منالها على العدو ويتضاعف امتناعها وحصنها. كنت بصدد تأليف كتاب لما كنت أدرس مادة التاريخ الخارجي في شيشاو بعنوان شيشاو منذ مأخذ التاريخ إلى الآن. هذه المواصفات هي نفسها التي وضعها لبناء المرينيين في عهد أبي عنان مدينة تسمى القاهرة. نحن في مراكش اعتدنا أن نقول حين يصل التناسل إلى أقصى مدى، حين يغضب أحدنا من الآخر سير عند القاهرة، كأنه يدعو عليه أن يذهب إلى شحيم، لأن هذه القاهرة هي مدينة شيدها المرينيون ورائه تامت لنا في طريقه إلى أكادير، لكي يأخذ الضرائب برغم أنفس قبيلة سكساوى، لأن سكساوى هي القبيلة الوحيدة التي امتنعت عن أداء الضرائب للمرينيين، ولذلك شيدوا مدينة بهذه المواصفات. وقد زرتها ولم يبق منها سوى بعض الحيطان، ولكن الذي يقف عن كثب على هذه المدينة التي بينه وبينها 600 سنة يتأسف عن المآل الذي آلت إليه، ولذلك انصب اهتمام هذه المداخلات على التراث المادي واللامادي الجديدة، وأيضا على الجانب البيئي المتعلق بهذه الحاضرة التي نحبها نحن المراكشيون حبا لا يوصف، حتى أنه في بعض الأحيان نقول لو كان هناك بلدا قضائيا لسلبناكم هذه المدينة ولن نتردد في ذلك، لأننا نأتي إليها في الصيف هاجرة فارغين من مراكش وليس مسافرين.
ونشكر على حسن الاستقبال. وأقول لكم شيئا، في يوم كنت رفقة أسرتي وقالوا بأنهم سيقضون شهرا في المحمدية. هبطت عند صديقي، بيت ليلة ثم أردت أن أكتب دارا، فاشترط علي صاحبها: سأحصي لك كل شيء ونتفق على الثمن وسأحصي لك كل شيء. عندما قلت لها لا بد من الذهاب إلى جديد، وعندما دخلت إلى جديد ووجدته وأحسست بالأمان، لا أخفيكم ذلك. إذا هذا الموضع متعلق بهذه المدينة التي آلت إلى الخراب. نرجو الله أن لا يكون المآل بالنسبة لهذه الحاضرة التي نحبها. هذا عن العمران. أما عن ضرائب العمران، هناك مؤاخذات سجلت على ابن خلدون. مثلا في المقدمة يقول: التاريخ من إنشاء الأحداث والوقائع والأخبار تشد إليه الرحال، تتداول السوق والأخلاق تساوي فيه الملوك والأخلاق. إذا تشد إليه الرحال. لكن بعد المقدمة في الكتاب نفسه بعدها بصفحات يأتي إلى أخبار وردت عند المسعودي قبله بقرنين من الزمان. مثلا المسعودي يقول: لما كان المصريون القدامى يريدون بناء فنار الإسكندرية، أنزلوا شخصا في صندوق من زجاج، فوجد ذلك الشخص بما يوجد تحت ماء البحر، بدأ يصف وصفا دقيقا لما الخلدون لا يأخذ هذا الخبر، يرفضه ويخضعه لما يسمى بقضاء العمران، لأنه يقول: لا يمكن لشخص أن ينزل في صندوق فينقطع عنه الهواء النقي أن يعيش ويصف بهذه الدقة. مزيان. عندما ينقل إليه المسعودي خبر العباس أخت هارون الرشيد كانت على مس من الزنا مع جعفر العمري، يرفض الخبر لكون العباس ورعة متدينة أخت هارون الرشيد لا يمكن أن تأتينا، ادعى المسعودي أن تأتينا. يرفض مجموعة من الأشياء، يرفض ذكر أسماء زوجات وأولاد الشاعر ابن معتز الذي بويع خليفة يوما واحدا بدعوى، بويع خليفة ليوم واحد بدعوى أنها لا تحمل أي إشارة، في حين هذه الأخبار التي رفضها ابن خلدون كنا ندرس بين يدي السعد العربي في السلك الثالث، وكان يدرس لنا مناهج تاريخية، وكان يحدثنا المدرسة السياسية الأردنية والمدرسة الليبرالية والمدرسة الإسلامية الاقتصادية الثقافية، أيضا مدرسة المثال في شخص هيجل، ويدرسها لنا في علاقتها بأبرز حدث عرفته فرنسا اللي هو الثورة الفرنسية. نقول بأن الحدث هو نفسه الحدث، ولكن الكتابات متشعبة في علاقتها مع هذا الحدث. مثلا هناك قصة لملك الإيطاقة هو إيليس في عهد الإغريق القدامى، خرج من اليونان ودخل إلى بحر المتوسط ثم عبر إلى مصر يبحث عن آلية، ولما أراد أن يدخل إلى مدينة طيبة وجد ما يسمى بالسفنكس، هذا التمثال الذي نصفه بالأسد ونصفه إنسان، فسأله هذا السفنكس قبل أن تدخل إلى هذه المدينة مناقشة: من الذي يمشي صغيرا على 4 عندما يشيب على 2 عندما يكون على 3؟ أجابه الإنسان. مثل هذا الخبر يأخذه ابن خلدون، إنه لا يختار لمنطقه والمسمى الضرائب، ولكن يقبله هيجل ويفسره كالتالي: يقول بأن الحضارة اليونانية حلت لغزا كان قد استعصى على الحضارة المصرية الفرعونية القديمة. ما هو هذا اللغز؟ اللغز طرح على الحضارة المصرية القديمة فاستعصى عليها حل، ولذلك زالت فقامت النقيض منها الحضارة اليونانية. واللغز هو أن أصل الحضارة هو الإنسان،
وهو يحلل هذا النص بهذا الشكل، لكن ابن خلدون رفض مثل هذه، وهي مؤاخذات تبين على أن المقدمة شيء والتنظير شيء والكتابة التاريخية شيء آخر. يكون ستحكم بعد مطلوب زي ديال واحد السؤال على صراحة كتابة مزيان. هناك ضوابط علم العمران عند ابن خلدون. إذا عدنا إلى قواعد النقد العرب المسلمين، هناك قاعدة ابن خلدون كما رأيناها قبل قليل، وقاعدة المحدثين المتصدين لجمع الأحاديث. المحدثين المتصدين لجمع الأحاديث يعتمدون على ما يسمى بالجرح والتعديل، أي ينظرون في حامل الرواية، في حامل النقل، هل هو متدين أم سكين خلوق أم غير ذلك، حتى نرتكب إليه ونقبل منه الرواية. فيما ابن خلدون يرتكب إلى المثل. هنا لما كان العربي يدرس لنا كأنه يفضل منهج الفقهاء، برغم أن ابن خلدون متقدم بالنسبة إلى عصره، متقدم بالنسبة إلى الفقهاء، لأن العدل والتجريح وإن كان منهجا أخلاقيا فهو يدقق في حامل الرواية، بينما أن ترفض الرواية انطلاقا من معنى هذا شيء أخذ عليه ابن خلدون. لنحتكم إلى دور أو إلى رأي معلمنا العربي في هذا المؤرخ. يقول: بدأ ابن خلدون بسؤال منهجي، طريقة الحكم بالإمكان والاستحالة على الخبر فيما يتعلق بالمرويات، وانتهى بوصف تصور كل علم من العلوم الإسلامية، كأنه انتقل من المنهجية إلى جرد معلمي الأنسيكلوبيديا. في المقدمة يقول: تنتقل من هذه المنهجية إلى نهايتها في صنف العلوم. هذا المخرج كأنه تيوصف لنا أصحاب الأنسيكلوبيديا، أي الموسوعات. وهذا أمر طبيعي، يقول العربي. علم أن مقدمته لا تنفع المؤرخ حينما يؤرخ. قرأها ابن حجر، وهذا فقيه، فلم يستفيد منها، وما كان له أن يستفيد، فكتبها ابن خلدون وما استفاد منها في كتابة التاريخ. ما هو مؤلم يزيد العربي ومزعج، ليس أن المقدمة لم تغير وجهة المؤرخين، ذلك منتظر كونها لم تغير التهيئة العلمية. أكتفي بهذا، ولكن قبل ذلك أحب أن أقرأ عليكم نصا يبين مدى شعرية ابن خلدون، لأنني أنا بكل تواضع على روائي بخفية تاريخية والتي مشروع حول مراكش، ومنذ زمان وأنا أقرأ للمؤرخين الذين لا أنكر على أنهم كانوا أدباء وشعراء ومجموعة من التخصصات إلى جانب التاريخ، ودائما أقتفي الجمل الرمانة التي قد تسعفني في الكتابة الأدبية. اسمعوا إلى وصف ابن خلدون للأطلس الكبير القديم بأعلى جبل في الأطلس الكبير القديم، وأظن أنه تبقى. يقول: وكان جبله الذي أوطانه، ويحتاج الأسكساو قليل الأسكساو، واعتصموا منه بالآفاق فتفا، ويفاعي الأشم، والطود الشاهق قد لمس الأفلاك بيده، ونظم النجوم في رفاقه، وتنفع بالسحاب في موطه، وآوى الرياح العواصف الدجمة، وألقى إلى خبر السماء بالأذن، كأن الجبل يتنصت على السماء، وأظل على البحر الأخضر بشماريخه، واستدبر القفر من بلاد السوس بظهره، وأقام سائر جبال اليمن، أي سائر الأطلس الكبير الغربي، في حجره. أيضا هناك عبارة متبعة عند ابن خلدون يقول عن شخص مشاء بنميم عديم الأخلاق ولكن يتظاهر بأنه ناسك، قال:
يسر حسوا في ارتغال، أي أن الإنسان إذا أعطيته كوبا من الحليب وتعلوه الربو يتظاهر أنه يكتفي بالربو فيما هو في الواقع يسر حسوا، أي يحتسي بسرية تامة. وهي عبارة تشبه عبارة وجدتها عند الشاعر الفرنسي رامبو الذي يفتخر به الفرنسيون في كتابه فصل في الجحيم، يقول عن رجل يتظاهر بالورع ولكنه هو دليل وحقير وكاذب شفاف. يقول عنه كناسك الناسك الذي يجمع يديه في المسيحية في طريقه إلى الزواج. الإنسان إذا كان يريد خطبة فتاة فإنه يصبح خاشعا كناسك في طريقه إلى الزواج، والمسيح أب للعروس، ويضيف أن أب العروس هو المسيح. شكرا على حسن الإنصات، أتمنى أن أطيل عليكم.